عمرك سمعت عن صوفيا الروبوت اللي تكلمت في المؤتمرات وأخذت الجنسية السعودية سنة 2017؟ وراها فريق من الباحثين والمهندسين في مجال الذكاء الاصطناعي ال AI، واستخدموا فيها تقنيات زي الكمبيوتر فيجن والماشين ليرنينج عشان يعلموها تشوف وتفكر وتتكلم. الذكاء الاصطناعي مش مجرد روبوتات، ده تخصص دراسي كامل بيجمع بين علوم الكمبيوتر والرياضيات وتحليل البيانات والبرمجة، وبيعلمك كيف تخلي الأجهزة تفهم العالم زينا وتتعلم من التجربة. اليوم مهندسين ال AI بيشتغلوا في جميع الصناعات، من الطب والأمن والتسويق والسيارات ذاتية القيادة. علشان كده ده واحد من أسرع المجالات نمواً في العالم، وبيفتح فرص توظيف ضخمة في المستقبل. وفي ماليزيا هنا الجامعات بتركز على التطبيق العملي، هتتعلم بنفسك في معامل الذكاء الاصطناعي وتشتغل على مشاريع حقيقية بجانب شهادات معتمدة تفتح لك أبواب الشغل في أي مكان في العالم. فلو نفسك تكون الشخص اللي بيصمم المستقبل وبيعلم الآلات كيف تفكر، احنا في بايونير حنوصلك للجامعة المناسبة لك هنا في ماليزيا. كلمنا الآن على الرقم ده وابدأ رحلتك في عالم ال AI.